ودائما كتجاوبين على مجموعه ديال التساؤلات الخاصه بالمجال ديالك. مرحبا بك. ودائما الاستفاده ما تكمل بكوتشي حياتك وبالاخصائي في الطب العام الدكتور مهدي بوشنتوفلي، دائما كيجاوبنا مشاهدينا على مجموعه ديال التساؤلات اللي دائما كيحضر لنا مواضيع جديده، كيتقاسم معنا مواضيع جد مهمه، مواضيع الساعه اللي كنقدروا نفيدوا بها المشاهدين ديالنا. صباح النور دكتور. صباح النور زينب، صباح النور حضور كريم والمشاهدين الكرام. ان شاء الله كيف ما كنقولوا دائما ان الحصه ديالنا ولا الحلقه ديالنا تكون فيها الاستفاده والافاده ان شاء الله. ان شاء الله كما العاده. ومشاهدينا الاستشاره القانونيه فقره جديده في موسم جديد من برنامجكم صباحكم مبروك، واش دائما كنتقاسموا معكم المسائل القانونيه المهمه اللي كتفيدكم وكترجع لكم بالنفع. دائما كنكونوا جاهلين في المسائل القانونيه من شي حوايج، ولكن كيكون حاضر معنا الاستاذ والخبير القانوني محامي بهيئه الدار البيضاء الاستاذ عبد القادر بوخريفي، اللي كيجاوبنا على مجموعه ديال التساؤلات ودائما كيعطينا واحد الاطلاله على الاطار القانوني. صباح النور استاذ. صباح الورد والياسمين لك الحضور الكرام والمشاهدين الكرام. شكرا دائما لتلبيتك الدعوه ودائما على المواضيع المهمه اللي دائما كتقص معنا في البرنامج. شكرا موصول لك. شكرا لك. الموسم الكروي دائما خاصنا نكملوه مع المشاهدين ديالنا ما شاء الله. كانوا فيه احداث اللي مهمه وجميله حماسيه وحماسيه، وما تكمل الا بالاستشاره القانونيه في المواضيع القانونيه الخاصه بالرياضه. مواضيعنا متنوعين مختلفين مشاهدينا، نخليكم تكتشفوا اول روبورتاج في حلقتنا اليوم ونبداو معكم الاستفاده من بلاطو صباحكم مبروك. القسطر او لا الشاتاني او لا كاين اللي كيسموه حتى الماغوم اللي كيكون ملي كيكون باقي بالقشره ديالو. ففي التاريخ ديالو فهو راه كان واحد الوقت كانوا كيسموه ديال الخبز، كانوا لدرجه انه كان بحكم انه فاش كيتطحن وفاش كيتصوب وداكشي كتولي فيه واحد الكميه كبيره من السكريات من لاميطو، يعني كان كيتصوب به الخبز وداكشي، وكذلك كان كيتستعمل حتى علف ملي كيكون متواجد. يعني هو والبلوط وتا الشجرات ديالهم كيتشابهوا ولو انه بيناتهم واحد الاختلافات، ولكن هاد الخاصيه اللي عنده لان فيه واحد كميه كبيره من السكريات ملي كيطيب خلاته على انه كيتخبز به الخبز ماشي عندنا يعني في مناطق اخرى، وكان عنده يعني حاضر بقوه. ودابا ولا كيتستعمل في بواحد الشكل مختلف، ولا نقدروا ندخلوه دابا حتى مع ديك الفواكه الجافه، وحتى الاستعمال ديالو دابا يا اما يقدر يتكل اخضر، ولكن شرط ان احنا نفرقوا ما بينه واحد اللي قريب ليه اللي هو الماغونيا دانت اللي هو معروف عليه انه فيه واحد نسبه من السميه، يعني سام، يعني من الاحسن ما نتبعدوا على ما نتناولوش، ما كنستهلكوش حنا، ما كيكونش عندنا ما كيكونش عندنا في الاسواق ديالنا. كذلك نقدروا نطيبوه، والطياب ديالو يا اما كيقدر يتفور، يقدر يتحمص، يقدر يعني جميع الطرق كتخلينا ان احنا نتناولوه. ملي كنتناولوه الا كان خضر مثلا من ناحيه القيمه الغذائيه ولا شنو كنستافدوا منه، كان خضر مثلا ففيه واحد النسبه ديال الفيتامين سي، وكذلك فيه واحد المجموعه من المواد المضاده للاكسده، واحد البوليفينولات، فيه واحد المجموعه كبيره سلارينيك، وكذلك واحد المجموعه ديال الاحماض اللي هي دي بوليفينول اللي مهمه بزاف، واللي عندها ذاك البعد الوقائي اللي كنستافدوا منه. بالاضافه لذلك فهو الخاصيه اللي كنبغي نهضر عليها بزاف، وانه بحكم ديك النوعيه والاختلاف ديال دوك السكريات اللي فيه، ولا حتى ديك الالياف اللي فيه كثيره، فكيعطي واحد الراحه الجهاز الهضمي ديالنا، كيخلي الوظائف ديال الجهاز الهضمي كتمشي مزيان، كيمكننا ان احنا التناول ديالو كما كان دائما كنشيروا الاهميه ديال الالياف، كيخليو ان احنا نحاربوا الامساك، واللي هذا ولا مشكل كثير في هذه الايام. بالاضافه ملي كنهضروا على الالياف فراه كنهضروا كذلك على ذاك البعد الوقائي من المشاكل ديال السكري، مشاكل ديال القلب والشرايين، مشاكل ديال الكوليسترول والمشاكل الاخرى.
وهذا القسطال فهو معروف عليه كذلك على انه واخا فيه هذه الفيتامينات كامله، راه فيه فيتامينات اخرى، فيه املاح اخرى، غني، مصدر مهم ديال المنغنيز، حنا كنعرفوا المنغنيز والاهميه ديالو في الذات. فهاد المكونات كامله اللي فيه هو اللي ماشي في صالحه بزاف، وهو انه فقير شويه من البروتينات وفقير كذلك حتى من المواد الدهنيه. يعني نقدروا نقولوا كخلاصه على ان القسطال مزيان زي ما كيدخل من الفواكه الجافه، وحنا دائما كنشيروا الاهميه ديال الفواكه الجافه في التغذيه ديالنا لانها عندها واحد القيمه غذائيه مضافه تكميليه باش كتكمل لنا الوجبات ديالنا. ولما لا، الطريقه ديال الطهي ديالو اللي هي معروفه نضيفوه ونعلموا حتى وليداتنا يتناولوه. ورجعنا لكم مشاهدينا، نتمنى دائما تكونوا كتستافدوا من الريبورتاجات اللي كنحضروا لكم. الاستفاده غادي تبدا في بلاطو صباحكم مبروك، فقره صحتك مع الاخصائيه في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي ماجده رحمولي. دائما كتقاسم معنا مواضيع جد مهمه. اليوم وليداتنا ما نسيتيهمش لينا، الاطفال ديالنا والترويض الطبي عند الاطفال غادي نناقشوا، غادي نتعرفوا عليه، غادي نتعرفوا كذلك على الحصص والمسائل المهمه اللي ضروري الاطفال ديالنا، وكذلك الحيطه والاحضر والحيطه والحضر مشاهدينا، وكذلك نتعرفوا على مجموعه ديال الاخطاء اللي كنقدروا نرتكبوا في حق الاطفال ديالنا فين خاصنا نمشيو في الترويض الطبي. ولكن قبل عطينا واحد التعريف شامل بخصوص هذا الموضوع. دونك بيان سور اختارينا بالنسبه للترويض الطبي عند البدايه اختارينا سورتو لو سوجي اللي دابا هذه هي الوقيته ديالو، بيسكو بدا الحال كيبرد شي شويه، بدا فصل الشتاء، هو لا كيني ريسبيراتوار عند الاطفال. داكور. دونك بيان سور دابا الوليدات مع تغير الجو كيتعرضوا بزاف الزكام او لا البرونشيت او لا على حساب الحالات. دونك الوليدات كيف ما قلنا ملي كيتعرضوا للمشكل ديال الزكام كيكون كيف ما كيعانيو الوليدات الصغار كيعانيو حتى الوالدين ديالهم. دونك خصنا نعرفوا شنو خصنا نديروا من الاول. بيان سور ملي كيتبدل الجو الوليدات كنبدلوا لهم الحوايج اللي كيلبسوا، سواء كنزيدوا لهم او اللي كيكون ما كيلبسوش حوايج بزاف. دونك اوتوماتيكمون غالبا الوليدات في هذا الوقت هذه كيضربهم البرد. دونك بيان سور كتكون اللي هو معروف كتكون سخانه، كتجيه الكحه، كتكون بيان سور حتى كتكون اضطرابات في الصحه ديال الاطفال ديالنا والابناء ديالنا، حتى الاختلاف في درجه الحراره، انخفاض في درجه الحراره كيأثر على الوليدات حيت كتكون عندهم المناعه شويه مازال يلاه بشويه كيكونوها. دونك كيف ما قلنا بالنسبه لا كيني ريسبيراتوار نورمالمون كنحتاجوها الى الوليد صاب بالزكام وتطورات الحاله ديالو، تقدر تكون ولات اون برونشيت او لا اون برونشيت ايغو على حساب الحالات. هنايا غادي نعرفوا شنو هما الاعراض ديال الحالات. هنا هو الاول دونك ديجا كتكون ارتفاع ديال درجه الحراره، السعله كيكون الوليد كيكح بزاف، او لا كتسمع الشعب الهوائيه ديالو. دونك او نيفو ديال الصدر ديالو كيكون بحال التصفار، كيتصفر الصدر ديالو. كنعرفوا راه الوليد جاتو لا غريب، وهذيك لا غريب تطورات ولا ان فيروس اللي سبب ليه التهاب في الشعب الهوائيه. نعم، هذه كلها امور ومعلومات اللي هي مهمه اللي دائما كنتقاسموا مع المشاهدين ديالنا من ناحيه ديال الاطفال ديالنا. دائما فاش كيكون الموضوع خاص بالاطفال ديالنا كتحرك فينا شي حاجه ياك استاذ، دائما الكبده كتحرك فينا، والا كانوا الوليدات ديالنا مرض او محتاجين لشي حاجه كتكون على قلق على توتر، ما كتعرفش كيفاش تقدر تصرف. نمشيو لهذا الموضوع هذه والكبده ديال الوليدات استاذ. هو الحمد لله يعني تعرفوا ان التغيرات المناخيه على في المغرب ان ربي سبحانه وتعالى رحمنا، يعني كانوا الناس سقمطوا، كاين تساقطات. حنا نعرفوا بان يعني في الاطار الموسمي غتكون واحد الانخفاض ديال درجه الحراره على حسب المناطق، وصلنا مشينا للمناطق الداخليه تتعاني من انخفاض شديد. اكثر الناس اللي تكونوا عرضه بطبيعه الحال هما الوليدات. الوليدات تعرفوا ان ملي تكون الاصابه بالزكام تتحول الى ذاك الاصابه، يعني تتحول يعني الدكاتره عارفين تولي اصابه فيروسيه، يعني ماشي بحالنا. حنا عندنا يعني جهاز، اول حاجه جهاز المناعه ديالنا مرتفع، ما تيقدروش كما تقولوا هذاك الشيء اللي تكون عندهم في الصدر ما تيقدروش يخرجوه. انا اعتقد هنا هو الدور هنا ديال يعني الترويض الطبي في هذه الحاله. يعني احنا عاشرنا بحكم اننا اباء وهذه عاشرنا هذه المسائل، يعني هو دور مهم يعني وضروري بعض المرات، لان الان تحس الوليد ديالك بحال انه تيتخنق
او ان صعوبه في التنفس. نعم، نمشيو معك دكتور وكوتش في اليوغا سي مهدي بوشنتوف. دائما الزكام هو موضوعنا ان شاء الله في الفقره ديال صحتك، وكذلك في الفقره ديال كوتشي حياتك، وكيفاش نكوتشيو حياتنا باليوغا، وكيفاش كذلك ننميو حياتنا وننميو ذاتنا بالمساعده ديال اليوغا. كيفاش اليوغا تقدر تساعد الاباء والامهات في التصرف في ذاك اللحظه؟ الجميل في هذه الحلقه هو انه كاين يعني نفس الموضوع، مع غريب انه ما كانش تحضير يعني قبل هذه الحلقه. هذا هو الجميل في صباحكم مبروك، صدفه خير من الف صدفه، وديما سبحان الله يعني كيكون الجانب ديال ان الموضوع كيكون مشترك بين الحضور كامل وبين الضيوف اللي كيكونوا معنا. فهنا بطبيعه الحال يعني كاينين، الى جينا نشوفوا في التقنيات ديال الترويض الطبي غادي نلقاو بانهم كيستعملوا في لاكيني ريسبيراتوار، كيستعملوا تقنيات اللي غنلقاوهم كاينين حتى في التقنيات ديال اليوغا. وسورتو انا غادي نركز في هذه يعني في هذه الحلقه هذه على التقنيات ديال التنفس اللي كيقدروا انهم يساعدوا سواء الكبار ولا الصغار انهم يخدموا بتقنيات اللي يكونوا في الدار في حالات. يعني راه كنلاحظوا ان حتى في الترويض الطبي يعني المختص في الترويض الطبي راه ملي كيدير مع الحصه راه كيعطيه يعني طرق كيفاش انه يشتغل في المنزل ديالو في حالات مثلا يعني حس بالاعراض، حس بان مثلا هذوك الاعراض زادوا عنده. هنايا فقط نقطه اللي بغيت نشير لها هو انه بين الاطفال وبين البالغين. المشكل اللي كيكون عندنا في الاطفال يعني اللي كنا كنواجهوا حتى في المستشفيات ملي كيجيو في المستشفيات، دائما الاطفال كنلقاو عندهم واحد المشكل ديال يعني ما كيقدروش يعبروا على الاعراض اللي كتكون عندهم، ما كيعرفش يوصل الرساله ديال ولا داك المرض اللي عنده ولا مثلا دوك الاعراض اللي كيحس بهم، العكس ديال الكبار. واش كتكون هنايا قله التواصل بين الابناء وبين الاباء ديالهم، داكشي علاش ما كيعرفوش يعبروا؟ لا، هي فقط ان باش انه يوريك باش كيحس، فهو يعني كتلقى سورتو الاطفال الصغار ما كيخليش لي انه يعبر لك. مازال الشخص كبير كيعرف مثلا ان المشكل اللي عندي وكيفاش انني نقدر انني نغير وندير رده الفعل ديالي بشكل سريع. الطفل لا، فما كيعرفش يعبر. هنا كيبقى الدور ديال الاباء ملي كيكونوا عندنا كيفاش انه يديتيكتي وكيفاش انه حتى هو يشوف هذوك الاعراض ويعرف ويفطن بهم قبل من ان هذوك يتفاقم هذوك الاعراض ويولوا عندنا مشاكل اخرى اللي تقدر تاثر على الجهاز التنفسي ديالو، تقدر يعني تاثر على الجهاز المناعي ديالو يعني بشكل كبير. نعم، غادي نرجعوا معك لاله ماجده ونكملوا في المعلومات اللي بداها لنا الدكتور مهدي بوشنتوف، ونكملوا في هذه المسائل ديال الاختناق عند الاطفال ديالنا، كيفاش كتبدا، شنو الاسباب ديالها، شنو المضاعفات ديالها، شنو المخاطر ديالها. داكور، دونك ديجا اللي هو معروف ان هاد الالتهابات ديال الشعب الهوائيه او لي برونشيت اون جينيرال كيتصابوا بهم الوليدات فريمون من الرضع حتى نقدروا نمشيو حتى ل 24 موا. هنا فين كيكون المشكل كيف ما قال الدكتور ان الوليد ما كيعرفش يعبر، ما كيعرفش يقول الحاله ديالو بالضبط شنو كاين. دونك هنايا الدور ديال الطبيب وديال الوالدين بيان سور باش كيشوفوا الوليد ديالهم انه عنده اماليز. هو الوليد ما كيقدرش يتنفس مزيان، كيتخنق، كيسيفلي، الصدر ديالو كتسمعوا كيسيفلي سواء من بعيد سواء الا قربتي ليه. دي فوا فريمون كتبقى الكحه كتعاود حتى كيبقى يزرق الوليد او الطفل او الرضيع. دونك خصنا فريمون نردوا البال. شي حاجه اللي مهمه بزاف، علاش؟ باسكو مالوغوزمون الا ما تداواتش مزيان، ما كانش العلاج مزيان، كتقدر تسبب لنا مشاكل باغ سويت اللي كتبقى عايشه مع الواحد اللي هي لازم، اللي هي كيبقى عنده مشاكل في الجهاز التنفسي ديالو، كيقدر هادشي تسبب ليه في حساسيات اللي كتقدر من بعد كيف ما قلنا تاثر فوالا كتاثر ليه على حياته الطبيعيه بشكل كبير. دونك هنا ديجا كيف ما قلنا الوليد عرفنا غنعرفوه الالتهاب كيقدر لا برونشيت كنقدروا نعرفوها انها فريمون ولات خصنا ضروري نديروا استشاره طبيه. بيان سور خصها تكون من الاول يعني قبل ما تبدا درجه الحراره كترتفع، حيت ملي كيكون الالتهاب كتبقى فريمون ديك درجه الحراره ما كتبقاش تبغي تهبط. اون فوا تبان عندنا درجه الحراره ولا الوليد بان لينا راه بدا كيضربوا البرد، جونغ كيكون عنده سيلان في الانف ديالو ولا كنحسوا بحال لا غريب اللي كتجينا حنا الكبار. داكوغ، دونك ديجا ديك الساعات خصنا نمشيو مباشره استشاره طبيه، ما نخليوهاش تطور الحاله ديال الالتهاب او لا شي برونشيت ايغو. داكوغ. نعم، هذه كلها معلومات اللي دائما كتخاصميهم معنا. نمشيو مع الاستاذ عبد القادر بوخليفي. شنو التدخل ديالك في هذا الموضوع هذا بالنسبه سواء الاباء سواء الوليدات ديالنا؟ كيفاش كيكون واحد التصرف ديالهم؟ كيفاش يقدر الواحد يكون متحكم في الوضعيه ديالو في ذاك الوقت؟ واول نصيحه هو ان الاعراض الحمد لله اعراض الزكام تكون باينه. يعني هو واخا يكون ان الوليدات الصغار ما يقدروش يشكيو، تينخرطوا في واحد البكاء صعب على الطبيب على الدكتور او المختص انه يحدد يعني المكامن ديال المرض. ولكن الاعراض باينه، تيكون سيلان هذه او ارتفاع بالحراره. اول حاجه انا تنفضل انا انطلاقا من التجارب الشخصيه يعني اول درجه الحراره انا ما طلعش بزاف. يعني ديما في الدار في المنزل كاين بعض المرات شي ادويه تتكون يعني هذاك الاخر يعني مرخص بها او تنصح بها الطبيب تتكون موجوده ديما عندك الدار، لان درجه الحراره ما ترتفع لواحد المستوى. كاين وسائل طبيعيه بحال الكمادات
انا السؤال اللي نبغي نطرحه للدكاتره الاستاذه يعني واش المسائل الطبيعيه بعض المرات كنا نخلطوا في مسائل طبيعيه، زيوت، وصفات علاجيه مثلا عسل مثلا هذه او شي حوايج مثلا تعرفوا على العيالات مزيان، او لا تقول لك الوالده ديالك او الجده ديالك خليني نمسد لي الصدر ديالو بزيت العود والثومه بزيت العود وتنظن واحد الوقيته كانت يعني كانت الامور يعني الحمد لله تعطي واحد النتائج يعني تكون هذا. ومن بعد يعني لان كانت انخرطت هذه الحاله كانت البركه ديال جدودنا الحمد لله في كل شيء كانت في كل شيء وملي تتفاقم الوضعيه كنا تنديو الوليدات العيادات الطبيه وهذه الحمد لله تكبرنا الوليدات الحمد لله. حنا في هذا لوكا بيان سور كنفضل اننا نقدروا نعاونوا بهذه القضيه مثلا ديال زيت العود ولا نقدروا نعاونوا بها، مي بيان سور غادي نحاولوا تكون استشاره من الاول باش ما نطوروش الحاله الالتهابات اللي فريمون كتقدر توصلنا كيف ما قلنا قبيله ديال الحالات اللي كيصعب علينا من بعد العلاج ديالها. داكوغ دونك كيف ما قلنا هنا بالنسبه للترويض الطبي بيان سور ملي كنديروا استشاره طبيه كيكونوا ادويه باش كنحاولوا نوقفوا الالتهابات وكنحاولوا نهبطوا درجه الحراره. هنا غادي نحل واحد اون بارونتيز سي كو دي فوا لي بارون كيتسناو حتى كدوز واحد يومين او 3 ايام بزاف الوليد تبقى فيه لا فيفر 2 جور ولا 3 جور عاد نمشي عند الطبيب. لا خصني نحاول من الاول. دونك ديجا بان لي الوليد راه بداتو لا غريب او لا بدا كيضربوا البرد غير شي شويه ودرت داكشي اللي عندي وما عطاش فريمون نتيجه. ومن بيان سور ما نديرش وصفات عشوائيه سي نرد البال باسكو مثلا دي فوا كاين اللي كيقطر مثلا الزيت او لا راه داكشي كيقدر يشكل خطوره على الوليد سورتو الرضع سورتو الوليدات اللي مازال عاد تزادوا. وبالنسبه للادويه حتى هما ما نقدروا ما ناخذهمش عشوائي. يقدر الوليد تكون عنده حساسيه ناخذ شي دواء عشوائي يدير له شي مشكل واحد اخر. دونك نحاول تكون استشاره اللي كنأكد عليها دائما في الحلقات الحمد لله زعما دائما كنحاولوا ان الاستشاره الطبيه تكون من الاول باش يكون لو تراجي العلاج او داكشي اللي غادي نتبع يكون من الاول مقاد ما نحتاجش نضيع الوقت ونضيع الفلوس عاد نرجع نعاود داكشي من الاول. داكوغ نعم. دونك بالنسبه كيف ما قلنا هنايا بالنسبه للترويض الطبي كيعاون بيان سور ملي كنديروا الادويه وكنديروا لا كيني ريسبيراتوار كنضطروا اننا نديروها سورتو في الوليدات كيف ما قلنا من زياده حتى 24 موا ما كيعرفش يخرج لي كراشا اللي عنده. داكوغ دونك يكون ديجا صدرو عمر بزاف لي برونش كيكون انكومبري ما كيبقاش يقدر يتنفس. خصنا ضروري نتدخلوا في هذه الحاله باش نخويو له الصدر ديالو كيولي او موان كيقدر يتنفس كيبدا يسترجع الصحه ديالو بشويه. نعم. هنايا كنتفاداو حتى داك هاد لانفلاماسيون هادي ديال لي برونش كنحاولوا نتفاداوها. حيت شحال ما بقاو لي برونش عامرين بلي كراشا شحال ما لانفلاماسيون غاداو كتزاد ولا فيها كتبقى غاداو كتطلع. دونك كنعرضوا الصحه ديال اعضاء وحدين اخرين للخطر. نعم. باش ما نعرضوش الصحه ديال اعضاء وحدين اخرين للخطر وباش ما نعرضوش الصحه ديال الاطفال ديالنا للخطر كيفاش هنا كيتدخل الترويض الطبي بالطريقه الصحيحه لعلاج هذه الحاله؟ داكور دونك هنايا كيف ما قلنا كيجيو عندنا الحالات دونك كنشوفوا ديجا الوليد واش على حساب لاج بيان سور واش كيعرف يخرج هذوك لي كراشا بوحديتو او لا. الا ما كانش كيعرف بيان سور حنا اللي كنديروا لا مانيبيولاسيون عندنا دي تكنيك كاينين دي تكنيك سبيسيال. الاغلبيه لي بارون كيخافوا منهم باسكو كيبان لها راه الوليد بحال كيتعذب وهو جوتو حتى ما سابخون ميم با واحد 20 دقيقه ما كاملش ما بين 15 20 دقيقه حتى 30 دقيقه الا كان فريمون الوليد اونكومبري بزاف. دونك الوالدين كيتفاداوها وما كيمشيوش يديروا هذا الحساس باسكو كيخافوا. مي فريمون سي بارمي الحلول اللي غادي تهنيهم من هذا المشكل باش الوليد الا تعالج مزيان في الاول غادي يبقى غيدوز هذيك الموسم كامل وهو مزيان. باغ كونطخ الا بدا الموسم بالمشكل ديال البرونشيت وديال الانفلاماسيون يقدر يبقى مريض واحد المده طويله ويبقى يستهلك الادويه. هنا ديجا الدكتور غادي يتفق معايا كنحاولوا بوغ لي زونفون كنحاولوا نتفاداو لي زونتيبيوتيك مضادات الحيويه. دونك كنعطيوهم واحد المده وجيزه وكنعاونوا بيان سور الترويض الطبي هنا فين كيعطي الدور ديالو الاساسي باش ما كتستعملوش ادويه لمده طويله.
نعم، هيا نخوضوا في المساله ديال الادويه معاك دكتور مهدي ونتكلموا فيها، ونتكلموا كذلك على المخاطر ديالها، لاننا كناخذوها بواحد الطريقه عشوائيه، سواء لينا سواء الوليدات ديالنا سواء الاباء ديالنا سواء الجدودنا سواء الناس الكبار اللي عندنا في المنزل. فاش كناخذوا هذه الادويه بواحد الطريقه عشوائيه، شنو هي المخاطر اللي كتقدر تعطينا وتاثر على الصحه ديالنا؟ هنا قبل غادي نشوف يعني كيف ما قال الاستاذ عبد القادر هنا على الجانب ديال ان الادويه الطبيعيه اللي نقدروا نعطيوهم للناس. فغادي نقول لك بانه راه كاينين دابا الان ولاو يعني في الصيدليات كاين ادويه يعني اللي مكونه من مواد اللي هي طبيعيه، دوك المواد الطبيعيه اللي كانوا عندنا اللي كنا كنديروا قديم ولاو كيتستعملوا على شكل ادويه اللي كنلقاوهم الان كاينين وموجودين. حيت المشكل اللي كان قبل يعني كيف ما قلنا كاينه البركه ديال جدودنا بطبيعه الحال واللي كانت كتعاون بزاف، مي كان عندنا واحد المشكل كبير هو المشكل في الدوزاج. يعني بعض الخطرات كل ما كنحسوا بان هذاك الانسان يعني ولا محتاج داك الدواء كيولي ياخذ يعني سورتو الاعشاب كياخذها بكميه كبيره، فكيولي ها هو عالج واحد المشكل ولكن اثر على جوانب اخرى، يعني مثلا الكبد ولا مثلا يعني الكلي ديالو، الجلد ديالو ايضا ملي كيستعمل هذوك المواد فكيكون عندنا واحد المشكل كبير في هذا واحد الخطا كنوقعوا فيه دكتور، غادي تكونوا متفقين معايا ان الواحد كيقول لك لا هذه غير حاجه طبيعيه ما تقدرش تاثر عليا، غير زيد فيها ماشي مشكل، هذا غير عشوب، هذا غير زعتر، هذه غير لويزه، هذا غير بابونج، غير زيد ما يمكنش ما غيأثر عليك ما حتى شي حاجه. ولكن هاد كنتوقع هذاك الكميه اللي كنزيدوا اكثر من القياس راه كتقدر تادينا يعني او غير التناول ديالها بواحد الشكل يومي صح، حتى طريقه الاستعمال او التناول ديالها. فهنا كيكون عندنا مشكل كبير. يعني هاد الاعشاب هادو راه كتاثر يعني بشكل يعني المشكل ديال التصفيه، المشكل ديال هاد الاعشاب هادو واش مغسوله ما مغسولاش، منين خديناهم مع خديناهم فكيكون المشكل ديال التسمم في هذوك الاعشاب. فكتلقى الا مشيتي مثلا المصلحه ديال يعني الطب الجلد غادي تلقى بزاف ديال الناس اللي كاينين تما ناعسين بسبب ديال واحد المواد اللي استعملوها ولا ديك خيم اللي استعملوهم مثلا خداوهم بطريقه عشوائيه وما قدروش انهم يستعملوهم. كيف ما غادي تلقاهم في الكلي، غادي تلقاي مثلا يعني سواء مثلا يعني في الجهاز الهضمي غادي تلقاي كلهم يعني عندهم حالات اللي بسبب مثلا ديال تسممات من خلال هذه المواد. ندوزو للادويه. في الادويه بطبيعه الحال فهنا يعني الاغلبيه اللي كناخذوا في الحالات ملي كنحسوا بهذه الاعراض ديال الزكام، مع العلم انه باش نشيروا لواحد القضيه انه فيروس، يعني انه فيروس. هذا الفيروس هذا يعني ما كيحتاجش في واحد الحاله ما كيحتاجش في الاول انه لي زونتيبيوتيك، ما نقدروا نستعملوا يعني المواد اخرين. يعني كيف ما قلنا كاين مشكل ديال الالتهاب، اذا كان مثلا الصدر ديالنا عامره غادي نستعملوا مثلا لي سيرو اللي غادي يعاونوا، مع العلم ان الاطفال يعني قل من سنتين ما خصناش نعطيهم لي سيرو. فكتلقى مثلا الاغلبيه ديال الاباء هما كيمشي للفارماسي مباشره، عندي وليد عنده مشكل ديال البرد ولا عنده زكام عطيني سيرو، فغيعطيه سيرو ولا غيبدا ياخذوا بحال ما هكاك. مع العلم ان كيف ما قلنا هاد الاطفال هادو المشكل اللي عندهم اللي قل من سنتين ما كيقدروش انهم يخرجوا دوك لي زيكسكريسيون اللي عندهم، ما يقدروش يخرجوهم، ما يقدرش يخرج داك المخاط اللي كيكون عنده. كنزيد عنده السيرو حتى هو كنكمل عليه. لي زونتيبيوتيك المشكل اللي كيوقع لينا معاهم خصوصا مع يعني مع هاد الاطفال ولا مع حتى مع الكبار، كيمشي مباشره للصيدليه وكياخذ لونتيبيوتيك، ولا خويا ولا الجاره ديالي استعملات واحد لونتيبيوتيك ولا استعملت واحد المضاد حيوي وقدا فيها، فكتقول لك يعني حتى انا غادي نستعملو راه غادي يقضي فيها. المشكل اللي كيوقع لونتيبيوتيك ملي كناخذو كدوز واحد المده ديال يومين تقريبا، حسيت بان الاعراض ما بقاتش كنحيدو وكنخبيه عندي حتى المره اخرى الى المره الثالثه شهرين 15 يوم. هنا الخطر فين كاين؟ الخطر هو ان الذات ديالنا كتولي دير واحد المقاومه لهذا اللونتيبيوتيك، فهنا كتولي واحد لا ريزيستونت هذا اللونتيبيوتيك. المره الجايه ملي غادي نجي ناخذو ما يبقى يقضي فيا والو. فهنا غادي تلقاي بزاف د المرضى كياخذ لونتيبيوتيك كيقول لك ما قضى فيا والو، كياخذ الاخر كيلقى ما قضى فيه والو، تيبقى يجرب في راسو. فكيبدا يجرب ملي كيدير التحاليل ديال لا سونسيبيليتي ولا كنقول الحساسيه الجسم ديالو ولا المناعه ديالو هذاك لونتيبيوتيك، كنلقاو تقريبا يعني واحد 10 ديال لي زونتيبيوتيك ما كيقضيوش فيه، وكيضطر انه يمشي لي زونتيبيوتيك اللي عنده واحد القوه وعنده واحد الفعاليه كبيره بزاف، لا في الجانب ديال الثمن ديالو لا في الجانب ديال يعني نقولوا حنا لي زيفي اللي كيكونوا عنده الاعراض الجانبيه اللي غتكون عنده. هنا كيولي ياثر على راسو بشكل كبير، في حين انه يقدر يستعمل في الاول من خلال استشاره يعني بسيطه اللي غتكلفو، ممكن انه غادي تكلفو، ممكن انه يمشي فقط يعني للمركز الصحي ويعني بشكل مجاني، وغادي يلقى بانه غادي يستعمل ادويه اللي غتكون صحيحه وما غاديش ياثر على راسو بهذا يعني في الجانب. كيف ما لي زونتي انفلاماتوار حتى هما، فمضادات الالتهاب حتى هما عندها تاثير كبير على الاشخاص ملي كناخذوهم بشكل يعني دائم وكل مره. حيت المشكل اللي عندنا في الثقافه المغربيه هو اننا كناخذوا الدواء كنستعملوه
وقتها فيا هذه المره هذه كنخبيه عندي ولا كنخلي عندي ديك الكرتونه، والمره الجايه نمشي عند الفارماسي نقول له يعطيني بحال هذه باش نتفادى الاستشاره اللي كتكون. واحد الحاجه غادي تكونوا متفقين معايا، فاش كنشوفوا الجاليه المغربيه غادي تكون جايه، فاش كيقول لك شنو محتاج وشنو نجيب لك، جيب لي غير الدواء، جيب لي غير الفيتامينات، وقيلا حتى هذا خطا كنرتكبوا وحنا ما كنحسوش. حتى من الناحيه القانونيه من الملاحظ وكاين تدخلات يعني امنيه والسلطات الصحيه يعني تتخذ البادره انه ولاو اشخاص يعني تيبيعوا الدواء تقسيط. تجيكم مشيت ناخذ مثلا هذا الدواء مثلا من الحانوت، وي هذه المسائل كاينه وفعلا داروا محاضر، دارت الشرطه القضائيه محاضر يعني بتدخل ديال السلطات الصحيه، يعني محاضر الاشخاص اللي تيبيعوا الدواء يعني في اطار يعني خارج المدونه ديال الادويه والصيدليه يعني، وكاين عقوبات وكاين هذه بلا ما نذكروا الاسماء. يعني كاين مضادات الالتهاب بشكل كبير هما اللي كنلقاوهم في الحانوت، يعني كتلقى اثمنه رخيصه يعني بدرهم بجوج دراهم كتلقى عنده كيتباع تما في وحده خوت هذه ما هما ما عارفينش واحد المساله، لان في علم الادويه ولا في علم الاوبئه راه كاين واحد التاريخ صعيب. نعطيو كمثال، حنا نخرجوا شويه على الموضوع، مثلا في امريكا الجنوبيه او في امريكا الشماليه اول مره كان الدخول ديال يعني المستكشف او الغازي الاوروبي ادى الى دخول واحد الامراض يعني كانت بسيطه جدا، يعني امراض ادت الى الفتك يعني بالسكر الاصليين. يعني هذه المساله يعني كانت واحد التوصيات ديال الامم المتحده يعني ديال منظمه الصحه العالميه، حاولت يعني تاخذ جميع يعني المهتمين بهذا بان الخطوره ديال الاستعمال ديال المضادات يعني المضادات يعني ديال اللي تستعمل يعني للادويه بطريقه غير صحيه، لان تتادي لان شنو هو اعتقد اللي ادى الى ظهور واحد المجموعه ديال الاوبئه والفيروسات اصبحت يعني تستفحل، مابقاش الجسم البشري يعني تشاطرون هذا الراي، الجسم البشري مابقاش يعني كنبكي ان الطبيعه ديالنا يعني المناعتيه ديالنا الجهاز المناعتي انه تيواجهها بطريقه بسيطه. تجي مثلا اليوم غدا يومين تنوش بها الانسان، دابا الانسان يقدر مثلا الفيروس مثلا او زكام عادي والناس نبركوا في سمانه صح. او اننا كل سمانه مرضوا او يعني خصوصا في المناسبات تيقول لك انا راني جاتني هذا الشهر، الشهر الاخر عاوتاني مرضت. ومن بعد الكوفيد غادي تكونوا متفقين معايا ان الناس ولاو اطباء ديال نفسهم، ولاو فيتامينات كيعرفوا شنو ياخذوا، الوصفات كيعرفوا شنو ياخذوا كبيره صح. ولاو كياخذوا ما عارفينش واش هذيك الكميه هي تدخل للجسم او لا بدون تحاليل بدون حتى شي حاجه. نعم هذه كلها معلومات اللي استفدنا منها، وهذا واحد القوس اللي هو مهم اللي كان ضروري اننا مشاهدينا نتقاسموه معكم، خصوصا انه كيقدر يدي لنا المخاطر على الصحه ديالنا وبزاف ديال الاخطار اللي كنقدروا نأذيو بها نفسنا وصحتنا وحنا بلا ما كنحسوا بدون اي شعور. بالعكس حنا كنقولوا لا هذه راه ادويه طبيه ما غاديش تاذيني، او لا وصفات طبيعيه ما تقدرش تاثر عليا حيت هي طبيعيه. هذه كلها امور اللي حنا كنكونوا جاهلينها ولكن كنتوقعوا باللي راها صحيحه وتقدر ترجع لنا بالنفع على الصحه ديالنا. هنا غادي نرجعوا للموضوع ديالنا ونرجعوا للوليدات ديالنا والاطفال ديالنا ونمشيو للحصص الترويض الطبي. شحال كتاخذ لنا ديال الوقت؟ نورمالمون غالبا كتكون ما بين حصه ثلاثه الحصات ما كنفوتوهمش. دونك ديجا الوليد صافي كيبدا يسترجع كيف ما قلنا الصحه ديالو، كيبدا يحس براسو التفاز، كيولي يقدر ينعس حيت ديجا حتى مثلا غير نعس ما كيقدرش ينعس، كيبقى يبكي طول الوقت. كيبدا الوليد كي يحس براسو مزيان. هنايا كندوزو الوقايه سورتو، دونك كنوصيو لي بارون مثلا خصها ما تلبسوش مثلا حوايج بزاف، ملي يبغي يخرج من شي بلاصه سخونه او من السياره او لا يشرب دائما الماء. وفيت الماء يشربوا دائما حتى فاش كيكون المشكل ديال البرونشيت، شحال ما شرب الماء شحال ما مزيان. هذوك لي كراشا كيديرويو مع الماء ما كيبقاوش واحدين لينا في لي برونش. دونك واللي هو اللي كنأكد عليه سورتو هو فريمون الوالدين خصهم ضروري ما يتخوفوش من هذا الموضوع، ما يخافش مثلا من الترويض الطبي يقول لك راه يمكن غيضر ولدي او لا راه حيت كيشوف الوليدات كيبكيو كيخافوا منه كيديروا ما كيمشيوش كاريمون يديروه. هنا كيحطوا ولدو فريمون في خطر اننا كيف ما قلنا كيقدر يتطور عنده هذاك الالتهاب انه يولي حساسيه او لا ازم او لا شي مشكل اللي فريمون خصو مده طويله باش يتعالج من بعد. نعم خصو مده طويله باش يتعالج من بعد. هنا غادي نمشيو لبزاف ديال الامور وبزاف ديال المسائل اللي كنقدروا نديروها في الترويض الطبي واللي كتقدر تساعدنا على العلاج في هذه الحاله من غير الحصص الاولى دكتوره.
داكوغ دونك هنا بيان سور عندنا كاين حتى الات كتساعدنا لي زاسبيراتور كيعاونونا سورتو سواء في الوليدات الصغار اللي كاريمون ما كيقدروش يخرجوا لي كراشا. الوليدات ابارتيغ غالبا من 3 زون الفوق كنبداو نعلموهم كيفاش يديروا كيفاش هو يخرج لي كراشا بوحديتو باش اشاك فوا يحس براسو راه شي شويه بدا صدرو كيعمر هو كيدير الطريقه ديالو. وكنحتاجوها حتى عند لي زادولت حتى عند الاشخاص البالغين اللي كيكونوا مثلا في الانعاش او لا ديجا كبير في السن ما كيقدرش يستعمل العضلات ديجا ديال الستر ديالو كيعياو ما كيبقاش يقدر يكح بزاف ما كيقدرش يدير ان ايفور باش يخرج. دونك هنا حنا كنديروا الطريقه ديالنا ديال الترويض الطبي اللي كيف ما قلت لك سي دي مانيبيولاسيون اللي كنستعملوهم باش كنخرجوا وكنعطيوهم حتى كيفاش هما في المنزل او لا فاش يوقع ليه المشكل كيفاش هو يساعد راسو يخرج هذوك لي كراشا لو ماكسيموم بوسيبل. نعم هذه كل المعلومات اللي دائما كنستافدوا معاك فيها، ولكن دائما حنا محتاجين وطامعين في النصائح المهمه والاساسيه اللي نتقاسموا مع المشاهدين ديالنا، خصوصا الامهات اللي كتكون عندهم واحد الكبده كيكونوا دائما خايفين في الليل ما كيجيهمش النعاس، كيكونوا دائما كيف ما تنقولوا بالدارجه كيرفدوا واحد الدبيله خاصه لوليداتهم الاطفال ديالهم، خصوصا الا كانوا باقيين رضع باقيين صغار. كتقول لك انا كيفاش نقدر نتصرف معاه كيفاش نقدر نكون به في هذاك اللحظه، كيفاش تقدر تكون الاسعافات الاوليه في ذاك اللحظه الا تخنق ليا الطفل ديالي. داكوغ دونك ديجا بالنسبه كيف ما قلتي زينب كنقدروا نوصلوا للاختناق كاريم سورتو للرضع، وحتى بالنسبه للناس اللي كيف ما قلت لك كيكونوا ديجا اليتي مراد ما كيقدروش كيكونوا سواء في الانعاش او لا ما كيقدرش كاريمون يتحرك حتى هو كيكون عنده هذا المشكل سورتو الا كان ناعس دائما على ظهره. هنايا ديجا الوليد الا حسينا به جاتو لا غريب وبداتو لا غريب اللي معروف دابا وكنستعملوه بزاف هو الموش بيبي والستيريما. دونك فوالا الماء ديال البحر. دونك كنحتاجوهم كنقدروا نحتاجوهم من الاول. دونك كنحاولوا هما الاولين باسكو كيساعدونا بشكل زعما جيد بزاف ان البرونشيت او لي برونش ما يعمروناش بزاف حتى بالنسبه للرضع. دونك كنستعملوا الموش بيبي كنحاولوا نغسلوا بزاف بسيروم او حتى بالماء المالح. داكور ديال غادي الدكتور غادي يشاطرني الراي. الماء المالح كنستعملوه غير هو كاينه واحد الطريقه ما يمكنش مثلا ما نخليوش الوليد راسو راجع اللور ونخوي الماء. دونك كنحطو جنب تفادي الاختناق. فوالا تفادي الاختناق كنحطو جنب. هنا الا درنا لا كونسلطاسيون عند الميدسان راه هو كيوريك الطريقه كيفاش تستعمل الطريقه الصحيحه. دونك ما نستعملهاش بطريقه عشوائيه. كنحطو الوليد على جنبو عاد كنديروا ديك لا بريسيون اللي هي اللي كتسرح لينا ديجا اون بروميي ليو كتسرح لينا لي برونش. وكنعاونوا بالموش بيبي باش كنخويو باسكو الوليد ما كيقدرش يخوي كيف ما قلنا. دونك الموش كنعاونوا بها الوالدين باش كنخويو لي كراشا ديالنا. نعم شكرا لك لاله مجده رحمون على حضورك معنا تقاسمكم عن الاستفاده والمعرفه. تبقى مستمره معنا في النقاش. الاستفاده ديالنا باقه في بلاطو. صباحكم مبروك مشاهدينا. فاصل ونواصل ما تمشيو فين. العين الثالثة برنامج تحقيقات يروم التقصي والبحث والاستقصاء. كلنا مغاربة غير الدين جي مخالف. هو ديال 5000 درهم وديال 10000 درهم وديال 30000 درهم اللقبه. واحد كيصيبو عادي كيجيو عائله كيهرسوه. برنامج يطرح الملفات الشائكة والمواضيع المختلفة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حنا معارض ديال الخطأ. أنا باللي ما تنقدرش نبقى ناعسة أنا ولادي في بلاصة وحدة. كون رجعت السين مستمرين معكم مشاهدينا دائما في برنامجكم صباحكم مبروك على قناة العائلة المغربية. تيلي ماغوك روبورتاجاتنا في مختلف المجالات دائما حاضرين معكم باش نجاوبكم على مجموعة ديال التساؤلات نخليكم تكتشفوهم ونستمروا معكم دائما في فقرة صحتك. السلام عليكم.
كثره الحركه وعدم الانتباه مشكل ديال 5 حتى 7%. ديال المعلومات غادي تقسمها معنا ومع المشاهدين ديالنا، خاصه باليوغا وخاصه كذلك بهذه الاجواء اللي شتويه، وان شاء الله يا ربي دائما تكون امطار الخير علينا وعلى بلادنا، وان شاء الله يفرحوا بها الناس وكذلك الناس ديال البوادي ياك استاذ اللي محتاجين ليها، والناس الفلاحه ديالنا جات في الوقت ديالها، ونتمنى ان شاء الله تكون امطار الخير وتكون كثيره بالخير ديالها ان شاء الله، وترجع على بلادنا بالنفع ديالنا. الزكام حاضر في هذه الوقيته ياك دكتور؟ طبيعه الحال، هو اكيد اننا كنا محتاجين يعني هذه الفتره هذه، يعني فتره ديال الشتاء، وكنا كنترقبوها، يعني كنا بواحد الرغبه كبيره، والناس كلشي كانوا كيترقبوها. هذا كيف كنقولوا حنا يعني المشكل ديال الزكام ولا ديال الانفلونزا، يعني الجزء الاول ديالو الفقره الاولى اللي قراتو مدام ناجده، وعطاتنا مجموعه من الاعراض، مجموعه من المعلومات اللي كنا غادي نتقاسموها. فانا اكيد كتذكير غادي نلقاو عندنا مرض الزكام هو واحد المرض فيروسي اللي منتشر بشكل كبير، ماشي غير في المغرب، كاين في العالم كامل، كيكون في هذه الفتره هذه، يعني فتره ديال الخريف، فتره ديال الشتاء، وكيستمر يعني يقدر حتى في البدايه ديال الربيع، فكيكون يعني المشكل يعني حساسيه اللي كتكون عند الناس. هذا الزكام هذا اللي كيف قلنا هو مرض فيروسي، الدراسات بينات انه يعني بالنسبه للكبار فيقدروا يتصابوا تقريبا ما بين 4 حتى 5 مرات في السنه، يعني كيكون يعني بشكل متكرر. اما بالنسبه للاطفال فكيقدر يستمر يعني اكثر، حتى يعني ما بين 7 حتى اكثر من 7 مرات في السنه، فكيكون الاصابه بشكل كبير. وهذا الداعي انه كيف ما ذكرنا قبيله كاملين المشكل ديال الجانب ديال المناعه ديالهم اللي ما كتكونش يعني قويه بشكل كبير في الشكل ديال يعني ديال الشخص البالغ. هنا كيكونوا اعراض كثيره يعني كيف ما كنلاحظوا، وهي باينه وشائعه وكتكون معروفه كيف ما قلت، يعني كاين المشكل ديال الرشاح ولا مثلا ديال الجيوب الانفيه اللي كيبدا كيكون السيلان ديالها، كيكون الجانب ديال يعني ديال كيف ما قلنا يعني ديال الكحه اللي كتكون عند هاد الاشخاص هادو، كاين الجانب ديال الحمى اللي يعني السخانه اللي كتطلع بشكل كبير حتى هي في هذه الفترات اللي كتكون عندنا. كاين جانب اخر هو جانب ديال يعني بزاف الناس كيجي عندك كيقول لك انا حاسس بواحد شويه ديال السخانه، وحاسس بان العضلات ديالي ولا المفاصل ديالي كيضروني بزاف، بحال مقطع ديال اللحم. فوالا دونك حتى هادو كيكون من بين الاعراض ديال الزكام ولا ديال الانفلونزا اللي كتكون عندنا، خصوصا كنلاحظوها في الفتره ديال الشتاء، ان الانسان كيحس بواحد العيا، كيحس براسو بانه ما قادرش ينوض، كيبغي ينوض الصباح باش ينوض يمشي للخدمه ديالو، كيحس براسو عيان، من غير الاعراض اللي ذكرنا اللي كتكون باينه بزاف. فهذه كلها اعراض اللي كتخلينا اننا نفكروا في هذا الجانب هذا ديال لا غريب ولا ديال الزكام اللي قلنا هو مرض فيروسي. وكاينين مجموعه من الطرق باش نقدروا اننا نديروا الوقايه، وفي نفس الوقت ان في المرحله ديال العلاج نقدروا اننا نساعدوا راسنا به. اكيد. وقع واحد السؤال غيجيك شويه غريبه دكتور، واش الزكام يقدر يخلعنا؟ يقدر يسبب لنا المخاطر؟ بطبيعه الحال يقدر يأذينا؟ بطبيعه الحال يقدر يأذينا، حيت بزاف ديال الناس كيقول لك غير رواح، غير برد، غير البرد، كيستصغروا هذه الكلمه، ولكن واش يقدر ياثر لنا على الصحه ويأذينا بطبيعه الحال؟ ويعطينا شي انعكاس سلبي؟ الا قلنا غير بالنسبه للاطفال اللي دوينا عليهم في هذه الحلقه خديناهم كموضوع يعني رئيسي، راه قلنا الا بقى مثلا ذاك المشكل ديال لاكيب ما عالجناش ولا ديال الانفلونزا ما عالجناهاش، الالتهاب غادي كيتزاد، والالتهاب ملي كيتزاد كيكون المشكل ان ديال لي بونش ديالنا كيبداو يتسدوا، يعني قصبات الهواء كيبداو يتسدوا بشويه بشويه، كيؤدي المشكل ديال ان التنفس ديالنا ما كيبقاش بشكل مزيان، يقدر يؤدي بنا بالنسبه للاطفال يعني الاختناق. فهنا يعني بمرحله كنقدروا نوصلوا لا قدر الله يعني المراحل الاخرى، يعني مثلا ديال الاختناق، ولا نقدروا نوصلوا لا قدر الله الانعاش. فهنا كيف ما كنلاحظوا يعني حتى في الجانب يعني خير مثال هو الفتره ديال كورونا، فكتبدا الفيروس بسيط، وكنا كنقولوا بانه راه كاين مواد يعني الا كنتي كشخص مصاب تقدر انك تايكارتا ولا تقدر انك تمشي يعني تبعد على الناس باش ما تعاديهمش، وتاخذ مثلا الادويه ديالك في واحد الفتره وتبقى. لكن ملي كنلقاو ان هذا الشخص هذا كيقول راه غير غريب عاديه، وكان عندنا واحد الفتره ديال ديما الفتره الشتويه كنقولوا ما عارفينش واش كورونا ولا غريب، ما كنديروش يعني التست باش نعرفوا، كنلقاو ذاك المشكل هو انه يقدر يكون فيروس، وكيبقى يتطور بشويه بشويه، وكيؤدي يعني لمضاعفات كبيره، خصوصا على الجانب ديال التنفس ديالنا، يقدر يكون تاثير على القلب ديالنا، يقدر يكون تاثير مثلا يعني حتى على الدماغ ديالنا، وكان مشكل يعني ديال الجيوب الانفيه اللي كيكون عندنا، يعني كلها تقدر تعطينا مثلا يعني الاختناق اللي كيؤدي بشكل كبير ممكن لا قدر الله بعض خطرات الوفاه. الله يحفظ يعني دائما ما نقدروش نبقاو نستصغروا الامور، ودائما نقولوا لا ماشي مشكل راه غير فتره ودوز، راه غير عندها 3 ايام ديالها ولا كاع سيمانه ديالها وغادي يدوز، كنساو بلي راه كيقدر يكون عندها واحد التاثير وواحد المضاعفات جانبيه اللي حنا ما كنشوفوهاش وما كنلاحظوهاش وما كنعطيوش ليها قيمتها كيف ما خصنا. ضروري فاش تجينا الحاله ولا فاش يجينا الرواح ضروري تكون واحد العلاجات، ضروري يكون واحد الشوار، ماشي غير الادويه وصافي الوصفات الطبيعيه كيف ما كنديروا ديما ونخليوها حتى شرا الحاله كتفاقم. استاذ كنتوقع عندك تدخل؟ لا غير بالنسبه يعني الملامسه ديالنا يعني البشريه جماعه على المرض ديال الانفلونزا،
يعني كان التصور ديالنا عادي هو على انها يعني واحد المرض ما نقولش وباء، مرض موسمي كان تيصيب عنده واحد الاعراض، مع ان التحذيرات اللي كانت ديال منظمه الصحه العالميه تقول بان عدد الوفيات خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه، جهاز المناعه ديالهم ضعيف، يعني تنقولوا الاطفال، يعني من الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس اللي عندهم مسنين، عندهم متقدمين، يعني كان غير هو في التاريخ يعني اول مره يعني البشريه عرفته كوباء، يعني في الانفلونزا الاسبانيه، تشاطروني الراي في هذه المساله، يعني كانت الاصابات يعني كبيره جدا، يعني تزوجت واحد 56 مليون نسمه. حنا هذاك من بعد ولينا تنعرفوا بان لان الانفلونزا الموسميه هي مرض عادي احتاجت يعني الوباء ديال كورونا. مع وباء كورونا يعني ولينا اول مره تنقول بان الاعراض ارتفاع درجه الحراره هذه، ولكن مع يعني هذا الفيروس يعني خد وباء، خد واحد تمحور جديد، لانه ولاو اعراض غريبه. تلقاو الناس كيخافوا، لا من غير تيخافوا، اكيد ارتفاع مثلا درجه الحراره، وفي كاين السيلان مثلا تقول انا مدقدقه بوحدي مثلا ما ارتفعش الحراره. انا السؤال اللي كنت نيت قبيله كنت بغا نستغل المناسبه نهضر مع الاستاذه، يعني تيجي عندي مثلا ولي صغير او مثلا تيجي واحد كبير مثلا هو عنده نفس الاعراض، باش غنميز بانه واش كورونا، تجيك راه الحراره مرتفعه وهذاك وتيكحب، ولكن جينا نقلبوا يعني ما تلقاوش يعني شي حاجه ما عندوش شي حاجه في يعني اصلا ما كاينش ذاك المخاط ما تيخرجوش. كيفاش غنتعامل مع هذه القضيه في التصوير؟ انا بيان سور دابا ولاو التحاليل هما اللي كيفرقوا لنا واش كوفيد أو كورونا او لا. دونك ديجا ملي كنديروا التحاليل كنعرفوا ديك الساعه واش غناخذوا الدواء ديال كورونا اللي ما كيختلفش بزاف على لا غريب، غير هو الا كانت لا غريب كيكون واحد العلاج بواحد الشكل، الا كان كورونا كنزيدوا سورتو هنايا كيحدد سورتو عامل السن. عامل السن كيلعب دور كبير لا في لو تريتمون ولا في الطريقه ديال العلاج كيفاش غادي. عامل السن كيلعب هنا دور كبير. بيان سور ملي كنهضروا على السن كنهضروا على المناعه سي سور. وما نساوش واحد الحاجه نبغيو نشيروا ليها مع الدكتور استاذ بوخليفي، ان المناعه كتلعب لنا واحد الدور مهم وكبير واساسي باش تقدر تستقبل لنا الادويه ديالنا على اختلافها، او لا كتقدر تستقبل لنا الحاله المرضيه. الا كانت المناعه ضعيفه اكيد الجسم ما كيستحملش بطبيعه الحال. فانا ملي كتكون المناعه ديالنا كل ما كانت طايحه كل ما كيكون عندنا مشكل ديال المقاومه، يعني لا بالنسبه للادويه وفي نفس الوقت حتى الجانب يعني ديال المرض، ما كنتقبلوش المرض ديالنا في الاول وكيولي عندنا يعني مشكل. هذيك المناعه كتبقى غادي التوتر ديالنا القلق ديالنا من هذاك المرض ما خطر المرض كيخليو ان المناعه ديالنا كتنقص بشويه بشويه. هذا الشيء اللي كيخلي ان كيكونوا مضاعفات كبيره. هنا الجانب ديال ان كيفاش نميز، فكيكون دائما عندنا مشكل، ان المشكل ديال الفيروس ولا ديال الانفلونزا ولا ديال لاغريب هو كاين يعني على كيف نقولوا كاين بزاف ديال الحالات، بزاف ديال الفيروسات اللي كاينين، فما نقدرش نميز بين هذا وهذا من خلال التحاليل اللي كتكون خاصه باش نقدروا نعرفوا شنو هو النوع. لكن نقدروا اننا يعني بالدواء نقدروا اننا نعالجوهم. في نفس الوقت كاين جانب اخر هو الجانب ديال يعني نقولوا حنا ليجيان دو في، ولا نقولوا يعني كيفاش نمط العيش ديالنا كيفاش كيكون هذاك النمط العيش ديالنا ملي كيكون صحي راه كنتفاداو فيه بزاف ديال المشاكل اللي تقدر انها تصيبنا. نعم. وعادة أنا تندير واحد التجربة واش هذه صحيحة أو خاطئة. يعني مثلا نحس يعني تحس البوادر أنك مثلا ديال الزكام تنحاول نرفع المناعة، يعني سناخذ واحد المواد مثلا بحال فيتامين سي بحال الزنك مثلا، تاخذ مثلا الفيتامين دي على حساب يعني واحد النسب، لان تعرفوا ان النسب ما خصكش تشوف فيها. تنحاول ان واخا بعض المرات ان يعني المناعه ديالك تتهز وشي المرات تمشي سير بلاص، ولكن تحس بان على الاقل تتاجليه. مثلا بحال كانت عندك مثلا 3 صوير، عندك مثلا عمل مثلا، تحاول انك تتفادى ان الايامات الاولى ما تطيحش، وتتحاول بان المناعه ديالك تبقى هذا. واش زعما هذه التجربه زعما واش عامه ولا تكون عندك؟ لا بالعكس جيده، انه ملي كتكون يعني كيف ما الزكام المشكل ديالو انه في اليومين الاولين كيبانوا الاعراض. يعني في اليومين الاولين كتولي تحس ببعض الاعراض ديالو كيف ما قلتي التعب، كتحس بان النفس ديالك كيضروني، كنحس بانه سواء الا كان كيبان بزاف ملي كيكونوا مثلا يعني النيف السيلان ديال الانف ولا الكحه ولا شي حاجه بحال هكا، على حسب نوع الفيروس اللي كيكون عندنا. فهنا مني كان كيف ما قلتي هنايا ما خصنيش نجلس، يعني كيف كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا ملي كيكون المرض وكتنعس ليه كيزيد انه حنا كاين هذه واحد الجانب اللي كنقولوا كل ما قاومتي شي حاجه كل ما كتزيد تسيطر عليك، كل ما كتزيد السيطره ديالها كل ما كيزيد هذا المرض كيتفاقم. في حين عاوتاني اخر انني ما خصنيش يعني ندير مجهود كبير، ان كيف قلنا المناعه ديالنا طيحان، لان الجسم ديالنا باقي عيان، ما خصنيش ندير واحد المجهود اللي كبير. ندير رياضه مثلا، بالعكس ندير رياضه، ولكن عندي رياضه نقدر ندير مثلا المشي.
نتمشى، نقدر ندير انني مثلا الرياضه اللي نبغي نديرها عاوتاني مثلا يعني في اماكن اللي تكون مفتوحه اللي نقدر انني نتنفسها. فملي كنكون عاوتاني في صالات، يعني كاين الناس اللي كيبغي يمشي يدير حمل اثقال واخا مريض، كاين الجانب ديال انه كيعيي الجسد ديالو، الجانب الثاني هو انه قلنا واحد الفيروس اللي معدي. فملي كتكون انت كتستعمل دوك الماتيريال تقدر انك تعادي ناس اخرين اللي غادي تستعمل. ملي كتكون في واحد القاعه اللي مغلقه وصغيره، فهذاك الكحه ديالك ولا مثلا السيال ديال الانف ديالك العطسه ديالك بحال هكا تقدر تعادي الناس اللي كيكونوا معاك كيترينيو في ذاك الجانب. فهنا حتى الرياضه كنعطيو يعني كاين اماكن اللي يقدروا يتمارسوا فيها، وكاين انواع ديال الرياضات اللي يقدروا يتمارسوا في هذاك يعني في هذيك الحاله ولا في هذاك المرض. كنتوقع استاذ النقط الاساسيه والمهمه اللي سقسيتي عليها الدكتور خديتي الاجوبه ديالها ولا باقي شي لا تساؤل؟ انا ماشي تساؤل، غير انا من المتتبعين، انا من يعني نقولها من المعجبين بالصفحه ديال الدكتور، وتنتبع يعني يعني الموازاه مع رياضه اليوغا ديال الدكتور سيمدي بوشنتوف. يعني مجموعه ديال الاشخاص. انا متشوق باش نعرف الطريقه ديال يعني العلاقه ما بين اليوغا سؤال في محله. طبيعي الحال. اول حاجه يعني اليوغا ديما كنعطيوها في التعريف ديالها، بنا كنعطيوها التعريف ديال ان اليوغا من بين الفوائد ديالها انها كتساعد من رفع المناعه. فهي الى جينا كنشوفوا كيف قلنا كتساعد الجانب يعني الجسم ديالنا كذات انك كتعاون باش كتعطي واحد القوه. كاين الجانب الاخر هو الجانب الفكري، يعني الافكار ديالنا اللي كنكونوا مع المرض، يعني مجموعه من الامراض، يعني الجانب النفسي وذكرنا ديما في مجموعه من الامراض ان الجانب النفسي كيلعب دور كبير، وكاين الجانب حتى ديال المشاعر ديالنا والاحاسيس ديالنا. فملي كنكونوا مرض كنحسوا باننا ديما في ذاك الحزن، ديما علاش انا وداك عدم التقبل، فانا كنلعبوا على هذا الجانب هذا وعلى هذه القيم هذا. لكن في هذه الحاله هذه كاين نركزوا على الجوانب بجوج اللي هو الجانب الجسدي ديالنا من خلال قلنا الرياضه اللي نقدروا نمارسوها، نقدروا نمارسوا مثلا حركات ديال اليوغا يعني في الهواء الطلق، كتساعدنا بشكل كبير اننا كنفيقوا الجسد ديالنا وكنخليوه ديما ديناميك وديما في واحد الحيويه. ولكن بشكل كبير كنركزوا على تقنيه التنفس. يعني ذكرنا في الترويض الطبي كاين الجانب ديال اللاكين ولا الترويض من ديال الجهاز التنفسي، وكاين تقنيات ديال التنفس اللي كتساعد بشكل كبير ان هذا الشخص هذا يقدر انه يعني في الوقايه، يعني قبل ما انه يتصاب كيف ما قلتي، ملي كنعرف الايامات الاولى الاعراض اللي كتكون عندي، وكاين ملي كيكون عندي المشكل، خصوصا انه ملي كيكون عندي مشكل ديال الزكام كنلقاو اغلبيه عندنا الجيوب الانفيه اللي كتولي مخنوقه وكتولي مسدوده. فكاين تقنيه ديال التنفس اللي كتساعدني باش انني كنحرر هذه الجيوب الانفيه وكنخلي انني نحرر ونخلي التنفس ديالي يرجع بشكل كبير. من بينها يعني كاين تقنيه اللي منتشره بشكل كبير اللي كنسموها تقنيه ديال التناوب التنفسي ولا نادي شودان براناياما. فهذه كتساعد بشكل كبير، كنستعمل الجيوب الانفيه كترفع من المناعه وكتخلي ان التنفس ديالي ان يعني لا سيركيلاسيون ديال التنفس ديالي كيمشي بشكل كبير، وحتى الترويه الدمويه ديالي حتى هي من خلال الاكسجين اللي كندخل فكيمشي للدم وكيمشي للذات ديالي كامل باش كتساعدني انني نرجع للحاله الطبيعيه ديالي. بالنسبه للتقنيه ديال التنفس انا صراحه زعما ما نخبيش عليه، يعني في المباريات الاخيره ديال المنتخب المغربي كنت تنصاب بواحد الحاله ديال يعني ديال التوتر شديد، وتنبغي نطبق التقنيه اللي تنسمع من الدكتور تتبع الصفحه ديالو ديال التنفس من الدكتور تتبع الصفحه ديالو ديال التنفس، تلقى راسي انني زائد الحاله ديال الزكام تصعب عليك انك باش تنفس بواحد يعني صعيبه. يعني هو صراحه ملي تستعمل هذه التقنيه تحس حتى التوتر تنقص بزاف وتجي الانسان ترتاح. هنا راه المنتخب شوف راه ماشي اخصائي ديال اليوغا راه ما كان كيدير ولا حتى ما كان كيتوتروا في ديك الوقيته، وانه كان داك الحماس مع الماتش اللي كيكون والروح الوطنيه ديك الساعه بطبيعه الحال. هنايا يعني كل شيء كان يعني في ديك الفتره راه كان انه غارق في الماتشات اللي كانوا في المنتخب وخصهم يربحوا وكل شيء كيشجع بديك الروح. مي في حين يعني كيف ما قلت هي نقطه مهمه، لان في الماتش ديال المنتخب ولا في المنتخبات اللي كانوا في كاس العالم كامل، وخصوصا اذا كان شي واحد عنده شي معجب مثلا شي لاعب في هذوك المنتخبات الاخرى، كاين مشكل هو ديال انه كيجي واحد النوبات، كاين مشكل ديال القلق، مشكل ان شخص كنعرفوا يعني شحال من الماتشات اللي كانوا قبل ان اشخاص كيقول لك كان جالس القهوه حتى جات سكته قلبيه، ان شخص مثلا انه تعصب بزاف مثلا وطلع ليه مشكل ديال لا طونسيون صاب بشلال ولا شي حاجه بحال هكا. فانا خصنا نتفاداو هذه القضيه. دي كنصيحه مثلا الناس كاملين اللي كيتفرجوا، يعني كره كتبقى لعبه، نشجع نتحمس في البدايه ولكن في حين كتبقى لعبه. وراه بعض المرات دكتور راه الناس ما كتشوفش الكره،
كتبقاش في الروح الوطنيه، بطبيعة تحب الحال. التراب بطبيعة الوطني، الحال. المحبه ديال العائله، كيفاش الناس ملمومين ومجموعين وفرحانين على واحد الروح الوطنيه اللي كتكون عاليه. في بعض المرات ما كتبقاش تبان لنا اللعبه ديال كره القدم راها غير لعبه، بالعكس كتبان لنا الوطن، النفس، الغيره على البلاد، ما كتبقاش تبان لنا لا راه غير لعبه. واخا كيكون معنا كيكون لاعب معنا الخصم، وذاك الخصم اللي فيه شي مثلا شي واحد مشهور اللي حنا كنحبوه وكنتابعوه، ما كيبقاش ولكن يبان كتبقى لنا، الوطنية. كتبقى تبان لنا الوطنيه. ياك لاله ماجده؟ بيان سور سورتو المغاربه. ولينا واخا حنا سيدات ولينا تنفهموا في الكره. هذا هو الجميل، هو ان السيدات الكره جاو رجعت واحد الازمنه زوينه، واحد الالتحام. سورتو الحمد لله المغرب فريمون المغاربه مشاو وصلوا. فيهم كيموتوا على بلادهم فغي. هذه الروح الوطنيه الحمد لله كاينه، غير هو الازدحام، يعني ان تلقاو حنا كعائلات المده هذه يعني كنا مجموعين تجمعنا صح. هضرنا التحمنا على موضوع واحد وكنا موحدين على الافكار وحده، يعني باش تلقى ان العائلات قبل الماتش وبعد الماتش تساولوا هذاك كيفاش عيشتوا، كيفاش الاجواء. الحمد لله كانت اجواء استثنائيه ونتمنوا انها تبقى ديما. الحمد لله، ونتمنوا علاش لا تكون عندنا في كاس افريقيا وحنا اللي ناخذوا الكاس، علاش لا ان شاء الله ان شاء الله. ونمشيو معاك المعلومات ونكملوا في موضوعنا اليوم. فقلنا يعني كاين بين التقنيات اللي كتعنا وتقنيات التنفس بالتناوب، فنقدروا اننا نديروا يعني الطريقه. نعطي المثال باش هكذا كاع الناس يعني كاع المشاهدين انهم يقدروا يستعملوها في المنزل ديالهم. فمثلا يعني تقنيه التنفس كتاخذ بزاف ديال لي فيرسيون، ولكن الطريقه السهله اللي يقدروا يستعملها هو انه مثلا كياخذ يعني السبابه والوسطى كيحطهم هنايا الفوق، غير فقط باش كتساعدوا انه يخدم بيديه، وكيبقى بالابهام وبالاصبع الرابع كيبدا يخدم على الجيوب الانفيه بجوج. فهنا مثلا ملي كنحط هاد الليد غير باش كنسيبورتي بامكاني انني نجمعهم، ولكن كتبقى اسهل طريقه انني كنحطهم هنا. فكنبدا الى كطريقه نشوفوها يعني الا جينا نشوفوا كلنا ملي كنفيقوا في الصباح نجربوا ملي نفيق في الصباح نسد واحد الجانب ونحاول نتنفس غير بجانب واحد، ولا نسد الاخر ونحاول نتنفس بالجانب مثلا الايمن. غنلقى دائما واحد من هاد يعني الجيوب الانفيه غنلقاه مسدود يعني من بعد ما كنفيق في الصباح. فهاد الطريقه ماشي بالضروره حتى نكون يعني عندي زكام، اي شخص يقدر يستعملها باش يبدا النهار ديالو انه كيحرر هاد الجيوب الانفيه. فقلت مثلا كنسد نقدر انني نسد مثلا الجانب الايمن، كناخذ شهيق كنسد الجانب الايمن وكندير الزفير من الجانب الايسر، يعني من الجيب الانفي الايسر كندير الزفير ديالي. اون فوا كنسالي كناخذ شهيق من الجانب الايسر حتى كناخذ شهيق ديالو كنحاول انني نطول فيه قد ما يعني علاش قديت كنسد وكندير الزفير من الجانب الايمن. كنسالي كناخذ شهيق عاوتاني من الجانب الايمن كنسد وكندير زفير من الجانب الايسر، وكنبقى ندير هذاك الشيء تسمى تقنيه التنفس بالتناوب. فكنبقى ندير تناوب بين من هاد الجهتين باش كنخلي الهواء ديالي انه كينتقل بين الجيوب الانفيه بجوج. الحاجه الثانيه وغادي نلقى ملي كنسالي الحصه كنحس بواحد الحراره اللي كاينه في الجسم ديالي، هذه وحده. كنحس بجانب اخر هو ان كنرتاح من وراها، ناخذ واحد 30 ثانيه حتى دقيقه انايا كنرتاح فيها ونراقب راسي. غنلقى بان التنفس ديالي ولا بطريقه سهله. الا كان عندي جيوب انفيه ديك الساعه مغلقه ولا مسدوده غادي نلقى بان بدات كتحرر بشويه بشويه والهواء ديالي بدا. غنحس حتى بالجسم ديالي، حيت المشكل ديال العضلات اللي كيضر ما كيوصلش للجانب ديال الاكسجين، ما كيوصلش للاوعيه الدمويه ديالي اللي عندي في الجسد ديالي. فهنا كتساعدني بشكل كبير. هذه تقنيه واحده بسيطه من بين تقنيات كثيره اللي تقدر انها تساعدنا باش اننا كنخدموهم، وكتساعدنا يعني باش نقدروا نستعملوها في المنزل ديالنا بشكل يومي. بطبيعه الحال هذه تقدر تستعمل بشكل يومي، يعني ما غتحتاجش ماتيريال، ما غتحتاجش يعني معدات اللي غادي نديرها. حاجه واحده اللي كنصحوا بها هو انهم كيف ما ذكرنا في الرياضه ما تكونش في قاعه اللي مغلقه، ما تكونش الشراج مسدودين، فتكون في واحد المكان. نقدر نكون في البيت ولكن نكون حاجه الشراج يعني تكون بلاصه اللي مهويه باش نقدر نمارس يعني التقنيه ويكون التنفس ديالي يعني بشكل صحيح وبشكل مزيان. لاله ماجده مهتمه باليوغا؟ وي بيان سور. انا بصراحه اول مره غنعرف هذه الطريقه ديال اليوغا. انا اول مره نسمعها في تقنيه زعما لعلاج الانفلونزا وكتساعدنا. دونك صراحه سي انتريسون. كيف ما كنقول كيف ما كنشير انا ديما العلاج ما عمره ما كيكون بطريقه واحده. شحال ما درنا بزاف الحاجات وكانوا كلهم مزيانين كتكون النتيجه احسن اكثر. صح. وكنشوفوا كذلك حتى في الطب البديل اللي كنشوفوا دائما مع الدكتوره منى اماني انها كترشدنا دائما كاخصائيه في الطب الطبيعي، كترشدنا دائما بزاف ديال المعلومات اللي نقدروا نساعدوا فيها في العلاج بواحد الشكل طبيعي ولكن مدرس، اللي عنده بزاف ديال المعلومات اللي كتكون دارت عليها واحد الدراسات. دكتور بطبيعه الحال انا كيف ما قلنا يعني في الجانب في الطب الطبيعي ولا
الطب البديل، راه كاينين يعني مواد يقدروا يسمعوا كاينين في الخضر ديالنا في الفواكه. هذاك الشيء علاش غادي نذكروا الجانب ديال التغذيه كيلعب دور كبير باش نرفعوا من المناعه ديالنا، هذه دائما كنذكرها. فهنا راه كناخذ الادويه ديالي في هذا الجانب، ولكن خاص التغذيه ديالي تكون صحيحه باش نرفع من المناعه ديالي. غادي تلقاي بانه حتى بالنسبه للرضع اللي كنديروا دائما كنصحوا الامهات يعني بالرضاعه الطبيعيه في ديك الفتره. فهذاك الطفل هذيك الرضاعه الطبيعيه اللي كتعطيه كتقوي عنده، كتعطيه المناعه اللي عنده باش كيساعد هذاك الوليد انه يتفادى مره اخرى ما يتصابش بالزكام. كيف منا بالنسبه للكبار حتى هما يعني خاصهم يعني التغذيه ديالهم كتلعب دور كبير. وفي هذوك الاغذيه كاين دوك المواد اللي غادي نحتاجوها من فيتامين سي، غادي نحتاجوها من الالياف اللي غادي تساعدنا، حيت كاين بين الاعراض كاين الجانب ديال الجهاز الهضمي اللي كيكون فيه حتى هو عسر، فغادي تساعدنا بشكل كبير اننا نتفاداو يعني هاد ولا نوقيو راسنا من هاد الامراض هادو اللي كتولات منتشره بشكل كبير. صح، جميل في الامر اننا دائما كنلقاو حلول للامراض ديالنا بجميع الطرق. حتى الواحد اللي ما كيرتاحش للجانب مثلا ديال المواد الطبيعيه، كان الجانب الطبي، كاين الجانب ديال الطب البديل، كاين بزاف ديال الامور. المهم اننا نتشاوروا ونمشيو عند اهل الاختصاص ونشخصوا الحاله ديالنا باش نلقاو امور للعلاج. هذا هو المساله اللي دائما كيحاول الانسان انه يتفاداها، كيحاول اننا كيشخص الحاله، كيولي هو الطبيب ديال نفسه، كيولي هو اللي تيفهم، هو اللي تعرف، اولا صحابو اولا جارو اولا جارتها هي اللي كتولي كتفهم، هي اللي كتولي الطبيبه ديالها، لا ديري هذه لا ديري هذه. وهذه كلها اشياء اللي كتقدر تصيب الجسم ديالنا بالاذى، وكتصيب كذلك الصحه ديالنا اللي كنشوفوا حتى التكلفه كتكثر في العلاج من بعد. طبيعه الحال. فهنا كيولي التسويق سواء لهاد المنتوجات ولا التقنيات، فكيولي حتى يعني حتى الثمن ديالها كيولي يطلع بزاف، خصوصا اللي كيكون التسويق ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. فهنا كيكون تاثير يعني الجانب الاقتصادي ديال هاد الناس اللي كيكونوا مرضى، فكيكون عندهم مشكل كبير. شي وحدين بعض المرات تشوفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيبانوا تيحلف من نيته درت هذه الوصفه درتها قسما عظما بانها راه لاقت ليا. ما سيدي انا ما كذبناش، ولكن خصك تفهم واحد المساله، الوصفه تلاق لك اكثر من تلاق شي واحد. طبيعه الحال حاله بحال مثلا كل واحد عنده مثلا المرض ديالو او مثلا نوعيه الفيروس على حساب. انا اللي السؤال الاستفهام اللي تنبغي نعرف بالنسبه لرياضه او تقنيه اليوغا، يعني تحتاج بعض المرات واحد يعني هي طاقه ولكن الهدوء، ولكن ملي تنكونوا في الزكام بعض المرات تنكونوا بحالتنا يعني التعب والتعب بالدارجه مسخسخين في امان هي هذيك باش تشرب وتنوض هادشي تخمم لا واحد التخمام تقول كيفاش غنتحرك باش دير لك الحركه شي حركه زوينه صراحه، تعطي واحد القوه، تعطي واحد اللي يجي يجرب هذا الشيء راه زعما يحكم، تعطي واحد الطاقه كبيره، واحد الصفاء زوين يعني اللي واظب وتابع الصفحه ديال الدكتور عارف واحد الاهميه كبيره ديال الامور. غير الاشكال اللي تنقول هو ان راه واش الدقديقه وهذاك تجيني انا بالنسبه لي انا غتجيني تقول. والجميل في الامر دكتور هو انه الاستاذ عبد القادر بوخليفي متابع وفي يعني كنتواصلوا يعني في سواء في الواتساب ولا في انستغرام، يعني دائما كنتواصلوا كنتبادلوا الاستفاده مع بعضنا، وهذا هو الجميل بصح. يعني الفضل ترجع البرنامج بطبيعه الحال، فانا كتكون يعني الجانب العلاقاتي كيلعب دور كبير الان في المجتمع ديالنا. فملي كتلقى الناس فكتقدر ان الاستشاره ولا ان الاستفاده كتسول قبل ما انك تاخذ مثلا اجراءات اللي تقدر انها تكون طويله عليك، لا في الجانب القانوني مثلا، لا في الجانب مثلا ديال الترويض الطبي، ولا في الجانب مثلا ديال الكوتشينغ. يعني في كل واحد في المجال ديالو كيقدر، ماشي بالضروره انه كنقولوا بالدارجه ديالنا يعني باش نكونوا صريحين ماشي قضيه الغرض فقط انه يوجهني. هذاك التوجيه اللي كيكون صحيح راه كيخليك انك تنقص عليك بزاف ديال الاتعاب وبزاف ديال المهام اخرى اللي تقدر انك كنا نهضروا على النقطه نيس، يعني كنا نهضروا على الثقافه الطبيه، قلت لك الطبيبات كانوا حاضرين معنا، قلت الثقافه خديتها من عندكم لان تتحضر مرارا وتكرارا نفس المواضيع، يعني تاخذ بهذاك على الاقل تشبع عندك ثقافه طبيه طبيعه الحال، ماشي درايه. انا درايه عند الناس الاختصاص، انا المساله ما تعجبنيش شي واحد يقول لك راني وليت تنفهم في هذه، راك ما تفهمش، تعرف شويه، تعرف بعد على الاقل واحد العناوين كبار. وتبارك الله استاذ، هذا غير تواضع منك ما شاء الله، الثقافه ديالك كبيره وعامه وما شاء الله كلها معلومات، وكتكمل بالمعلومات اللي كتاخذها دائما من برنامج صباحكم مبروك. وانا بدوري صراحه كنفرح فاش كنسمع بحال هكا من عند الضيوف ديالي، وكتكون علاقه طيبه بين الضيوف اللي كتكون اول مره كيقدروا يتلاقاو في مجمع عائلي ديال برنامج صباحكم مبروك، وكتولي صداقه طيبه. انا صراحه هاد الامور كتفرحني وكتخلي حتى الحب والطاقه الايجابيه طاغيه في البرنامج اللي كتخليه دائما مستمر معاكم. الاسقاط انا سنديرو على الجمهور الكريم، تنقول اكيد ان الجمهور الكريم تيستافد، الانسان ماشي يعني تيشوف التلفازه
تنسق واحد البرنامج يعني تيخرج في النهايه بواحد الاستفاده لا من الناحيه القانونيه كما قال الدكتور لا من ناحيه التربيه الطبيه تنبداو نفهموا بعض الاشياء. شيء جميل. شيء جميل والحمد لله. بطبيعه الحال انا نرجع للسؤال ديال سي القادر انه كان المشكل ديال انني كنكون داكشي اللي غيخليني انني نوض ونمشي للعياده مثلا باش نشوف طبيب، ولا نوض مثلا حيت تابعني واحد السالير غنمشي للخدمه ديالي باش انني نوكل وليداتي وباش انني نجيب لهم مثلا واحد السالير ولا واحد المورد ديال الرزق ديالي في اخر الشهر، غيخليني انني نوض ونقلب على الحلول ونقلب على العلاج. ملي كنعرف شنو هما المضاعفات شنو هما المشاكل اللي غادي تقدر تكون من بعد غيخليني انني نوض. دائما انا بطبيعه الحال انا دائما يعني راه كنقولها دائما في البرامج في الحلقات كاملين، ماشي بالضروره انا ندير حصه ديال ساعه، ماشي بالضروره ندير حصه ديال 45 دقيقه، نوض ندير 5 دقائق الا قدرت نديرها نوض ندير غير 5 دقائق. هذاك الشيء اللي غيخليني انني نوض كيف ما قلتي باش نمشي ناكل وغادي نحتاج مثلا في التغذيه ديالي باش نغذي الجسم ديالي، نقدر نوض فقط غير 5 دقائق ما بين نتسنى مثلا ان الغداء يطيب ولا نتسنى مثلا ان راه ديما كنقولها يعني النساء في الحركه ديالهم ملي كتكون في الكوزينه راه يقدروا يقوموا بدي بوستير ولا حركات ديال اليوغا وهم في وسط الاشغال ديالهم اللي كيديروها اليوميه تما. كيف ما واحد في الخدمه ديالو في البيرو جالس عنده خدام وعنده ينبوز واحد 5 دقائق يقدر يقوم بها مثلا مجموعه من التقنيات وهو في بلاصتو. هذاك الشيء اللي غيخليني نشد التليفون ونبقى طالع نازل مثلا يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وما بالنسبه للاشخاص اللي غنديروا انا غير فقط غير بغيت نشوف وما كنستافد حتى شي حاجه نقدر ناخذها ونستافد بها مثلا يعني في حاجه اخرى وانا جالس في الكرسي ديالي يعني في موقع العمل ديالي. جميل اننا كنلقاو ما شاء الله دائما طاقه ايجابيه حاضره في اليوغا من خلالك كوتش. دائما كنبغيو نفيدوا اكثر الناس وكذلك الناس اللي دائما مشغوله وما عندهاش الوقت باش تفرغ راسها ودير حصص اليوغا. هاد الناس هادو كيفاش نقدروا نعاونوهم؟ كيفاش نقدروا نخرجوا لهم وقيت ونخليهم يرتاحوا دائما من الناحيه ديال الجسد ديالهم؟ هذه النصيحه يعني كانت كتجربه درناها يعني كانت درت تجربه في 2017 وبقات يعني استمرت بزاف ديال الشركات. هنا دائما كتبقى النصيحه حتى الشركات دابا الان يعني ارباب العمل اللي كيكونوا بامكانهم انهم يخصوا وقت للموظفين ديالهم اللي كتكون عندهم باش انهم يستافدوا. كاينين الان شركات اللي كيخدموا على هذه الطريقه هذه كيخدموا على لو بيان ماشي بالضروره كنقول اليوغا. كاينين شركات اللي خصو قاعه في وسط الشركه ديالهم خصوها للرياضه. كاين شركات يعني الشركه اللي كنعرفها انه خصص واحد القاعه الفوق وجاب فيها مثلا كاع المعدات اللي غتخلي داك الشخص انه يسلت ليا من الخدمه قبل الوقت ويمشي باش انه يوصل لاصال مثلا ويتريني ويدير دارها لهم في وسط الشركه. فاي واحد جا قبل الوقت يقدر يجي قبل الوقت في الخدمه ديالو الوقت اللي عنده خاوي ويمشي عنده بوز مثلا ديال الوقت ديالو جاي معاه داير لهم بليدوش بكل شيء ديالهم ويطلع ويتريني في وسط الشركه ديالو. هنا كيربح الجانب الاول انه كيربح الغطاء ما كيبقاش عنده ما كيبقاوش الغيابات بزاف في الخدمه ديالو وحتى الجوده اللي كتكون عنده ديال العمل ديالو ولا الاداء ديال الموظفين ديالو كيكون بشكل كبير. بامكانه انهم مثلا يعني انا دائما كنصح دائما ارباب العمل حيت هما اللي كيعطيو كيكون عندهم ديك البوفار كتكون عنده ديك السلطه باش انه يقدر ينفذ هذا الشيء. رحلات بالنسبه مثلا للموظفين فملي كيخرجوا رحله عائليه ولا الموظفين مع بعضياتهم فهي كتساعد بشكل كبير انه هذاك الويكاند اللي خرج فيه كيجيو نهار اثنين باغي يخدم وباغي يعطي حيت هذاك السيد عطاه حتى هو شي حاجه في المقابل. نعم شكرا لك دكتور سي مهدي بوشمتوف دائما على حضورك معنا ودائما ما كتبخلش علينا بالمعلومات المهمه اللي كتقاسمها معنا ومع المشاهدين ديالنا واللي اكيد كنبداوها من بلاطو صباحكم مبروك. المجال القانوني حاضر معنا والاستشاره القانونيه كفقره حاضره معنا وحاضره معنا من خلال الجريمه ديال الجريمه الكرويه. مادام اننا في موسم كروي دائما كيخصنا الاجوبه ديال بزاف ديال التساؤلات ديالنا وتتم ما سبق. هذا واحد الموسم اللي هو حافل وما شاء الله كان ناجح بالنسبه لنا كمغاربه. خدينا واحد الفرحه خدينا واحد البهجه ولكن ضروري الاطار القانوني خصو يكون حاضر معنا. ناخذ شويه واحد الاستشاره من عندكم علاقتكم بالقانون شويه. بطبيعه الحال بحكم انني مؤخرا يعني بحكم الاشتغال ديالي يعني في الجانب الطبي ولكن يعني في اطار ديال الجماعه يعني في حفظ الصحه انا ولات مجبر انني نمشي للجانب القانوني بشكل كبير لان الاشتغال ديالي كله يعني لا انا لا الموظفين اللي كيكونوا معايا كاملين فهو يعني يعني 100% فيه جانب خاص بي انا اللي هو جانب طبي ولكن تقريبا 90% كلها جانب قانوني. فهذا خلاني انني من غير انني العلاقات مع الناس ونقل استشارات قانونيه وليت انا خصني نمشي نقرا القانون كنقرا المواد والفصول قبل ما ندير اي اكت قبل ما ندير اي فعل فخص ضروري ترجع المواد يعني اللي كاينين ولا كينظموا القانون ديال العمل ديالو. جميل. لاله ماجد الثقافه القانونيه حاضره ولا ناخذوها من عند الاستاذ؟ بيان سور غنفضلوا ناخذوها من عند الاستاذ. هو انا كنظن انه
شحال ما عرفتي شنو اللي عندك شنو اللي كيتسنى في القانون، كتكون عارف الحقوق ديالك شنو هما. نعم، كتعرف الحقوق ديالك والواجبات ديالك، كتعرف شنو اللي غادي تطلب، شنو ليك وعليك، شنو اللي ليك وشنو اللي عليك. نعم. مشاهدينا، الاستشاره القانونيه والاجوبه على مجموعه ديال التساؤلات وكذلك الموسم الكروي حاضره معكم. فاصل ونواصل، ما تمشيو فين.